السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. الأيام المفترجة والشهر الكريم هيقرب يجي. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة يا حبايب قلبي بإذن الله هعمل معاكم فيديو الرز بلبن. الرز بلبن. اول حاجه يا حبايبي، عندنا دي نص كوبايه رز. كيلو لبن نص كوبايه رز، عشان يبقى اللبن وسط كده، ما يبقاش تقيل. يبقى إيه وسط، ولا تقيل ولا خفيف. هنغسل يا حبايب قلبي الرز معانا كده من عفرة، من النشا بتاعته. اهم حاجه ان احنا مرحلة الغسيل ديت مهمة، علشان احنا بنتخلص من نسبة النشا اللي فيه الزايدة، وطبعا من عفرة ولا من اي حاجة. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو دي النهاردة يعجبكم وتجربوه. حبايبي الصغيرين اللي هم مقبلين على المطبخ، طبعا الكبار عارفين الحاجات دي كلها يا جماعة، وبيعملوا احسن مني كمان. اما البنات الصغيرين اللي احنا بندي اهتمامنا ليهم، ان هم ياخدوا بالهم من الحاجات دي، بحيث انهم يطلعوا ولو بمعلومة بسيطة. غسلنا الرز كده يا حبايب قلبي اهو كده يا جماعة. معانا حلة هنحط فيها كوباية ونص مية. للنص كوباية رز كوباية ونص مية اهي يا حبايبي. هننزل بالرز اللي احنا غسلناه، يبقى نص كوباية رز لها كوباية ونص مية تتسلق فيها. بنسلق يا حبايبي الرز الأول في المية اهو يا حبايبي. قلب الرز فيه كده ونستنى معانا لما يغلي بقى. معانا يا حبايبي دلوقتي بنحط نسبة بسيطة جدا من الملح، حاجة بسيطة على طرف المعلقة الصغيرة اهي، سنة بس في الرز بلبن كده. هنسلق يا حبايب قلبي كمية الرز ديت لما نمسك الحباية كده نلاقيها دايبة في ايدنا اهي يا جماعة. غطينا عليه، هنمشي معاكم خطوات ومراحل التسوية بتاعته، ونتكلم على كل تفصيلة فيه كده يا جماعة. بنقلب فيها اهوت، بس هو كده دلوقتي لسه مستواش، يعتبر نص سوا. غطينا عليه تاني وعدى وقت يا جماعة. كده بان معانا هو لما شرب ميته شكل الحباية من غير ما ندوقه كمان ان هي دبت واستوت كده. شرب المية بتاعته واستوى. لازم يا جماعة من الخطوة ان احنا نسوي الرز في المية الاول. هننزل بكمية اللبن. معانا كيلو لبن جاموسي كامل الدسم يا جماعة. بنستحسن كده اللي احنا بنجيب منه اللبن ان احنا نبقى عارفين ان اللبن بتاعه كويس. احنا اللبن عندنا يا حبايب قلبي ب18 جنيه. عندكم بقى بايه؟ اللي عنده اللبن زينا كده يكتب لي. هنحط يا حبايبي، سيبنا اللبن يغلي مع الرز وحطينا نص كوباية سكر. نص كوباية سكر كده، السكر بتاعه معقول. والسكر يا حبايب قلبي تبع الرغبة، اللي عايز يزود سكره يزود، دي حاجة تبع رغبتك انت. عايزاه مسكر قوي حطي، عايزاه وسط، عايزة تقللي عن ما انا حاطة تقللي برضه. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي يا حبايب قلبي في المرحلة ديت، بعد ما اللبن بقى غلي معانا، بيغلي معانا كده بالسكر بالمكونات كلها اهو، هنوطي عليها لانه كان هيفورها. هنرجع يا حبايب قلبي بقى دلوقتي للنشا. معانا النشا اهيت يا حبايبي، معلقتين ونص نشا. حاولي ان انت ما تحطيش نسبة نشا كتير علشان ما يبقاش تقيل معاكي، لانه لما يبرد هيبقى ماسك قوي في الطبق كده ويبقى جامد. فهو حلاوته ان هو كده يبقى دايب ويبقى يعني خفيف نوعا ما كده،
علشان يبقى ايه عامل زي القشطة في بقك كده، يبقى حلو. هننزل يا حبايب قلبي بالنشا على الرز بلبن، ايد بتصب وايد بتدوب، عشان النشا ما نحطهاش تتكتل في مكان واحد. وهو بيغلي كده هنقلب يا حبايبي كده، وهو هيتقل معانا بقى ايه شوية بشوية. اهو يا حبايبي هيبدأ يغلي معانا تاني. هو اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي، واذا عجبتكم الطريقة دي يا حبايبي اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين اي وصفة اكتبوا لي. لأول مرة يشوف قناتي يا جماعة يعمل لي اشتراك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلني كل جديد. وطبعا لكم جزيل الشكر. هنقلب بقى كده يا حبايبي، بيتقل معانا شوية بشوية. ليه؟ لاني ما حطيتش نشا كتير. ويا حبايبي اللي عايز يزود نشا عن كده يزود، بس هو كده لما نغرفه ويهدى معانا في الجو العادي كده هيمسك شوية. هنرجع تاني نحطه في التلاجة هيبقى مسك، هيبقى كده ايه سمكه مظبوط. معانا كده 2 باكيت فانيليا. بنحط الفانيليا في المرحلة الأخرانية دي يا جماعة، علشان ايه ريحتها ما تروحش معانا. نحب نحتفظ بريحتها كده، ما تقعدش وقت كبير على النار وريحتها تروح. اهو هنقلب الرز بلبن كده. ريحة الفانيليا طلعت معانا دلوقتي وكان ريحته جميلة يا جماعة. حبايبي الصغيرين المقبلين على المطبخ يمشوا معايا الخطوات مظبوطة خطوة بخطوة، وهيطلع معاكم بإذن الله أحسن وأحلى رز بلبن دايب قشطة كده في بقكم. اهو يا حبايبي كده خلاص طفينا عليه. هنغرفه بقى في الطباص معانا كده. ما هوش خفيف يا جماعة، اللي مفكر ان هو خفيف مش خفيف، هيتقل معانا لسه، وهوريهولكوا في الاخر وهو في الطباص تقيل. اهو يا حبايبي هنغرف الكمية اللي معانا دي بقى كلها في الطباص. اللي عنده اللبن بسعر عندنا كده يا جماعة يكتب لي برضو يقول لي هو منين وكده، لان في ناس بسم الله ما شاء الله بيقولوا اسعار مهولة للبن، اللي بيقول ب25 واللي بيقول ب30. فالحمد لله نعمة علينا برضو. واللبن اللي احنا برضو عندنا موجود عندنا كامل الدسم وحلو برضو، وربنا يرخي الاسعار في كل حاجة. وبإذن الله على الشهر الكريم يا جماعة هتكون الأسعار اتعدلت وهتبقى الدنيا حاجة حلوة بإذن الله. احنا ظننا في ربنا كبير، عندنا حسن ظن بالله إن الأمور دي كلها هتتعدل، وبإذن الله هيبقى خير، كله خير من عند ربنا. اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب على نعمته علينا. أهم حاجة يا جماعة هنثبت الصحة والستر على البني آدم، وإن احنا نكون راضين. ما البني آدم يبقى عنده رضا بيبقى ده أفضل شيء. وكل سنة وانتوا طيبين. كده يا حبايبي هنغرف بقى الكمية اللي باقية معانا كلها كده. ودلوقتي يا حبايبي احنا بنزين الرز بلبن. إيه اللي عنده زبيب يحط، عندك سوداني وزبيب وجوزة الهند، ما عندكش خالص وهو سادة كده هيبقى تسلم ايدك عليه جميل برضو. اهم حاجة بأي امكانيات عندك الحمد لله رضا، ولو ما فيش هنقول الحمد لله برضو، اللهم لك الحمد والشكر. اهو يا حبايبي حطينا الاول زبيب، وده زداني مجروش نص جرشة كده، مش منعمينه قوي. اهو يا جماعة اهو يا حبايبي هنحط برضو جوزة الهند كده.
قولي لي بقى ايه رأيكم في الرز بلبن بتاع النهارده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.